المشاهدون الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. تحية لكم من الفضائية الإريترية، وفيما يلي نشرة أخبار المساء والمستهل كما جرت العادة بأبرز العناوين. مواصلة تجارب الخضر والفاكهة في مشروع كركبة الزراعي. جمعية الكيميائيين تعقد مؤتمرها العاشر. سيمينار حول دور المعلم في بناء الوطن. الجيش السوداني يطيح بالبشير والمحتجون يطالبون بحكومة مدنية. أمريكا توجه اتهامات لمؤسس ويكيليكس بعد ضبطه في لندن. ترامب ورئيس كوريا الجنوبية يشددان على الدبلوماسية مع كوريا الشمالية. السلام عليكم ورحمة الله. يقوم مشروع كركبة الزراعي بأنشطة التجارب لأنواع الفواكه والخضر التي يمكن إنتاجها في المشروع إلى جانب الزراعة المروية التي يقوم بها أسفل السد. وأوضح مدير المشروع السيد تاد السيف السهية عن زراعة أكثر من 30,000 شجرة لحماية المزروعات من الشمس والرياح، وضعا في الاعتبار لمناخ المنطقة، مشيرا إلى زراعة القطن في المشروع. وأشار إلى زراعة نوعين من قصب السكر للتجارب وزراعة الموز، مؤكدا بأن جميع التجارب الجارية تحقق نتائج مرضية وتمهد للأنشطة الزراعية الكبيرة القادمة. وذكر بأن برامج مختلفة تنفذ لتحقيق المشاركة الشعبية في المشروع، داعيا الإدارات للقيام بالتوعية المسبقة للمواطنين الراغبين في العمل في المشروع، لكون الزراعة تحتاج للمثابرة. أوضح المستفيدون من المشروع عن تحسين حياتهم المعيشية بفرص العمل التي أتيحت لهم واكتساب الخبرة الزراعية، مطالبين المشروع لتقديم الدعم اللازم لتمكينهم من امتلاك مزارع خاصة بهم. عقدت جمعية الكيميائيين مؤتمرها العاشر في 12 من إبريل الجاري بقاعة الغرفة التجارية. أوضح رئيس الجمعية السيد دانييل زميكائيل في المؤتمر إن هدف الجمعية تطوير الأعمال المرتبطة بالمواد الكيميائية وتوسيع التعليم الكيميائي وتنمية قدرات الأعضاء وتعزيز دورهم لتطوير الصناعة. وقال المدير العام لقسم البحوث وتنمية القدرات البشرية في وزارة التعليم السيد بطرس مريم إن وزارة التعليم تعمل باهتمام في الأهداف التي وضعتها الجمعية لتطوير القدرات البشرية وغيرها. وقدمت في المؤتمر أوراق عمل حول النفايات الإلكترونية وأوضاعها في البلاد، وأنواع العسل في البلاد، والمواد المستخدمة في البلاستيك والورق والبهيات وتنقية المياه. وعرضت في المؤتمر منتجات صناعية أنتجت في البلاد. هذا وقد تأسست جمعية الكيميائيين عام 1993 وتضم 150 عضوا. عقدت جمعية المعلمين سيمينارا في مدينة مندفرة حول الدور الرائد للمعلم في بناء الوطن، بمشاركة معلمين من 12 مديرية بالإقليم الجنوبي. وأوضح رئيس الجمعية الأستاذ سمعون محاري أن دور المعلم أساسي في بناء الوطن وتنمية وتوجيه الأجيال، داعيا المعلمين للعمل بقوة لنتائج أفضل. وقال إن المعلم مثال لقيم وثقافة المجتمع، ويجب تصحيح بعض الأخطاء غير المهنية والأخلاقية التي تظهر من بعض المعلمين، وقيام مدراء المدارس بدورهم. وهذا السمينار لمواصلة برامج تأهيل المعلمين واتخاذ خطوات ضد المعلمين المخطئين. دعا مديرية نقفة السيد يعقوب إدريس لدى لقاء سكان بيان دعا مدراء الضواحي لتعزيز دورهم لتجميع القرى، وأشار إلى إرساء خدمات المياه والصحة والتعليم وغيرها، والتي أحدثت تغييرا أساسيا في حياة المواطنين، موضحا بأن تجميع القرى ضروري لتحقيق التطور. من جانبه دعا سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في المديرية السيد صالح عثمان، دعا سكان ضاحية بيان للاستفادة الجيدة من موارد محيطهم والدفع بأنشطة حماية التربة وحفظ المياه. وأكد السكان للعمل لإنجاح عملية تجميع القرى. جرت أنشطة توعية في مديرية عد قيح لإقامة جمعية للمتبرعين الطوعيين بالدم وتنمية التبرع بالدم.
وأوضح المدير التنفيذي في إدارة مديرية الدقيح السيد كيروس جبرماريان في اللقاء التوعوي المنظم بمشاركة مؤسسات الإدارة والمهنيين، أوضح أهمية التبرع بالدم عامة والتبرع الطوعي خاصة، داعيا الجميع للمساهمة في التبرع بالدم لإنقاذ الحياة. وقدم مسؤول الصحة العامة في المديرية السيد كبروم شمالوغوس شرحا حول أهداف إقامة الجمعية وفوائدها وعملية التبرع الطوعي بالدم. من جانبه دعا مسؤول قسم التحاليل في مستشفى الدقيح السيد عقبة جبريل هيله لتصحيح الفهم الخاطئ بالتبرع بالدم، مشيدا بالاستعداد الذي أظهره طلاب الكلية والمدارس المتوسطة والثانوية للتبرع بالدم. وكذا المشاركون في الاجتماع للمساهمة الجماعية لإنقاذ حيوات الكثيرين. يقوم سكان مدينة جندع بنفير مرتين في الأسبوع لإصحاح البيئة، ويشمل العمل تحويل مجاري المياه وسط المدينة إلى وادي أتكموم للحيلولة دون تخريب الطرقات وإرساء البنى التحتية. وأوضح مسؤول تنمية المدينة السيد سعيد عمر أدحنة إن السكان يقومون طوال السنة بأنشطة إصحاح البيئة ودفن أماكن توالد البعوض والتشجير ومتابعة المحمية، وحث المواطنين لتعزيز المشاركة لضمان الصحة العامة وإنجاح البرامج الموضوعة. نتوقف سادتي مع فاصل قصير ومن ثم نعود لمواصلة الأخبار. أطاح الجيش السوداني بالرئيس عمر البشير الذي حكم البلاد على مدى 30 عاما وأعلن التحفظ عليه، لكن محتجين خرجوا للشوارع مطالبين الجيش بتسليم السلطة لمدنيين. وجاءت الإطاحة بالبشير بعد شهور من مظاهرات ضد حكمه. وفي كلمة أذاعها التلفزيون الرسمي، أعلن وزير الدفاع عوض محمد أحمد بن عوف عن تشكيل مجلس عسكري لإدارة شؤون الدولة لفترة انتقالية مدتها عامان تتبعها انتخابات رئاسية. وقال التلفزيون الرسمي أن ابن عوف سيرأس المجلس العسكري. وأضاف أن الفريق أول ركن كمال عبد المعروف الماحي رئيس الأركان عين نائبا لرئيس المجلس. وقال ابن عوف إنه تقرر تعطيل الدستور وإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر وإغلاق المجال الجوي لمدة 24 ساعة والمعابر الحدودية لحين إشعار آخر، وكذلك حل المجلس الوطني ومجالس الولايات ومؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء. ورفض تجمع المهنيين السودانيين المنظم الرئيسي للاحتجاجات ضد البشير رفض خطط الوزير، ودعا المحتجين إلى مواصلة الاعتصام خارج وزارة الدفاع. وفي تحد واضح للمجلس العسكري، بقي عدة آلاف من المحتجين أمام مجمع وزارة الدفاع وفي مناطق أخرى بالعاصمة مع بدء سريان حظر التجول. ألقت الشرطة البريطانية القبض على جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس واقتادته إلى خارج سفارة الإكوادور بعد أن ألغت الإكوادور حق اللجوء السياسي الذي منحته له قبل 7 سنوات، ممهدة الطريق أمام تسليمه للولايات المتحدة في واحدة من أكبر عمليات تسريب المعلومات السرية. وبعد ساعات من اقتياد رجال الأمن أسانج الذي بدا عليه الوهن، أعلن مسؤولون أمريكيون أنه تم توجيه تهمة التآمر لأسانج بهدف اختراق كمبيوتر. وقالت الشرطة إنها اعتقلت أسانج بعد دعوتها لدخول السفارة إثر إلغاء حكومة الإكوادور حق اللجوء. وأدانته المحكمة في لندن بتهمة مخالفة شروط الإفراج عنه بكفالة في عام 2012 أثناء نظر أمر تسليمه للسويد في مزاعم ارتكابه جريمة اغتصاب. وفي واشنطن قالت وزارة العدل الأمريكية إن أسانج متهم بالتآمر للوصول إلى جهاز كمبيوتر حكومي في إطار تسريب ويكيليكس مئات الآلاف من التقارير العسكرية الأمريكية في عام 2010 بشأن الحرب في أفغانستان والعراق والبرقيات الدبلوماسية الأمريكية. وسارعت روسيا إلى التنديد بتوقيف أسانج متهمة السلطات البريطانية بخنق الحرية.
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيستمر في فرض عقوبات على كوريا الشمالية، وذلك خلال مباحثات مع رئيس كوريا الجنوبية مون جي إن بحث خلالها سبل إعادة المحادثات النووية بين واشنطن وبيونغ يانغ إلى مسارها بعد قمة فاشلة في هانوي. وخلال الاجتماع الذي عقد بالبيت الأبيض، ترك ترامب الباب مفتوحا أمام فرص إقامة قمة ثالثة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، لكنه لم يعلق على ما إذا كان قد اتصل بالزعيم الكوري الشمالي مؤخرا. وتضغط كوريا الشمالية التي علقت التجارب النووية وتجارب إطلاق الصواريخ من أجل تخفيف العقوبات المفروضة عليها، لكنها لم تتخذ خطوات جوهرية نحو التخلي عن السلاح النووي. ولم يتحقق تقدم يذكر بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية رغم ما أبداه ترامب وكيم من حسن النوايا. وكان مون وصل إلى واشنطن وأجرى محادثات مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي جون بولتون ومايك بينس نائب الرئيس قبل أن يتوجه للبيت الأبيض للقاء ترامب. على الأرض الترابية بفناء مدرسة في جنوب غربي نيجيريا تكثر في صفوف التلاميذ الواقفين استعدادا لدخول فصولهم الدراسية تكثر وجوه توائم متطابقة، ومن الممكن رؤية هذه المشاهد في كل مكان في مدينة إغبوأورا التي تستقبل زوارها بلافتة كتب عليها عاصمة التوائم في العالم. ومن الشائع ولادة التوائم في مجموعة يوروبا العرقية التي تهيمن على هذا الجزء من نيجيريا. وتوصلت دراسة أجراها طبيب بريطاني متخصص في أمراض النساء والتوليد خلال سبعينيات القرن العشرين إلى وجود 50 حالة توائم تقريبا في كل 1000 حالة ولادة في جنوب غربي البلاد، وهذا من أعلى معدلات ولادة التوائم على مستوى العالم. وفي ثقافة يوروبا العرقية يكثر التوائم لدرجة أن العرف جرى على تسميتهم بأسماء موحدة. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.